أهلنا وأحبابنا وإخواننا وعشيرتنا في هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد الزهراء، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل رضوانه، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من أهل القرآن وخاصته، نحن وذريتنا والسامعون جميعا، قولوا آمين. نحتفي اليوم في هذه الاحتفالية المتواضعة لكنها في معناها كبيرة، كيف لا، وهي من أجل كتاب الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فهنيئا لمن أكرمه الله تبارك وتعالى بحفظ كتاب الله، وهنيئا لمن سخره الله تبارك وتعالى ليكون معلما الناس كتاب الله تبارك وتعالى، وهنيئا لمن أكرمه الله تبارك وتعالى بحفظ أبنائه وذريته لكتاب الله، كيف لا، وإن الحافظ يلبس والديه يوم القيامة تاج الوقار. الياقوت الواحد فيه خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هذا شرف كبير، هذا شرف يعني لا أعتقد أن واحدا يكرمه الله تبارك وتعالى بأن ييسر له ولذريته وأبنائه أن يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى إلا وقد أصاب شيئا من رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا فضل كبير وكريم من الكريم جل جلاله بأن يكرم أبناءنا عبد القادر وعبد الرحمن، وإن الأسماء لها دلالات ولها معاني، وهي من أفضل الأسماء، فأكرمهم الله تبارك وتعالى بحفظ خير الكتب القرآن الكريم. وأما في شأن من علمهم وحفظهم وصبر على أن وصلوا إلى هذه الدرجة وأتموا حفظ كتاب الله، فالفضل لله أولا، ولكن الفضل الذي يجب أن نسجله هنا أيها الكرام، والجميل الذي يجب أن نحفظه ويحفظه الحافظ وولي أمره لشيخهم الشيخ الحبيب الشيخ محمود الشاعر على هذا الجهد الكبير، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى عليه وعلى أبنائنا، ولكننا نسجل شكرنا في هذا المقام له ونقول له: جزاك الله عنا خيرا، وجزاك الله عن مديريتنا خيرا، وعن أوقافنا خيرا، وعن أبناء هذا المسجد الطيب المبارك خيرا، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت خير من خير بإذن الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى لك الثبات وأن يجري الخير على يديك دائما، اللهم آمين. أما الرسالة الثانية فهي إلى أولياء الأمور، إلى الشيخ سليمان شيخنا الفاضل شيخ سليمان الزاملي والأخ رجب أبو العينين، حياك الله يا عم الشيخ. أسأل الله تبارك وتعالى ابتداء أن يبارك لكم في ذريتكم وأن ينفعكم بهم إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. وأقول لكم ولجميع الآباء: إن خير ما يستثمر فيه الإنسان، اليوم الناس بتبحث عن الربح والخسارة، بتبحث عن جمع الأموال وبتحب الربح وبتشرد عن الخسارة. خير ما يستثمر فيه الإنسان وخير ما يضع فيه الوقت والجهد ويستفرغ فيه الوسع هو أن يبذل أبناءه ويدفع بهم إلى مراكز تحفيظ القرآن، فيكرمه الله تبارك وتعالى بحفظ أبنائه لكتاب الله، لأنه لن يوفق الولد إلى حفظ كتاب الله إلا إذا صدق الوالد
بدفع ابنه إلى حلقات التحفيظ، فإذا كان الوالد صادقا مع الله أكرمه الله تبارك وتعالى بحفظ أبنائه لكتاب الله. لذلك أيها الكرام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وأي صلاح من أن يحفظ ابنك أو فلذة كبدك كتاب الله تبارك وتعالى. هذه من أفضل علامات الصلاح. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في ذرياتكم، وأن يكتب الله تبارك وتعالى أجركم، وأن ينفعكم بهم إن شاء الله تبارك وتعالى.